السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أردت أن أعلمك أخي الحبيب كيف علم ذلك الملك حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، كما جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه كان يصلي يوما فسمع قائلا خلفه يقول: اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لي جميع ما مضى من ذنوبي واعصمني فيما بقي من عمري وارزقني عملا صالحا يرضيك عني. فالتفت حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه فلم يجد شيئا ولم ير أحدا، فأسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره خبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك ملك أرسله الله إليك أو بعثه إليك ليعلمك الحمد، فاحفظ هذا الدعاء واحفظ هذا الحديث واحفظ هذا الذكر واحمد الله عز وجل به. فاللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.